حال انت منيح؟ تمام، نشكر الله. مشتاقين لي، كيف صرتي؟ والله الحمد لله يعني احسن. هلا راحة اليوم، هالجمعتين كانت طوشة مثلي حدا وهيك كنت كثير حالتي يرثى لها، بس ماشي يعني هيك اخر شيء كلنا بدنا نموت. الله مضبوط؟ بسلامتك، من العائلة؟ ايه من العائلة. الله الله يسلمك. بسلامتك حبيبتي. أنا بس عم بدي أقلك لأستفسر من موضوع الخبر اللي انتشر إنه أنت انسحبتي من حلقة رابعة. ايه يا عمي هيدي شو عملي يا الله، ليش ساعدني عليها هلا رابعة. سحبت شوفي، الموضوع، ما في اتفاقية انا وياها، ما نفذت الاتفاقية، وفي شهود اللي هو رجا ورودولف كانوا موجودين بالحلقة ايه وشافوا. انا حكيتها قلت لها انت ما مشيتي قدامهم، قلت لها انت ما مشيتي مثل ما انا متفق معي ايه وهيدا الشيء بيزعجني كثير. وقلت لك يا ربيعة انه هيدا يعني هي اخر مرة انا بجربك. ايه عرفتي شو؟ ما بدي اظهر زعلانة بكفة الزعل اللي فيي. عندي عزا وتركت عزاي وجيت لحتى ملتزمة بكلمتي معك. ووصلت اول وحدة على الاستوديو وفليت، قلت لها ثانك يو فيري ماتش، حملت حالي وفليت. وقفت برا شوي، اجى رودولف لعندي لما معي سيارات. سيارتين اللي معي طلعوا يودوا بنتي على عجلتون لعند بنتها، لانه بنتي كانت اجت معي ودتني لهونيك وطلعت هي عجلتون هي لعند رفقتها. ايه ناطر الباب ليجي، حتى لقيت باتريك برا، في واحد من الام تي في، شخص يعني ما بعرفه، وقف معي رودولف ونزلوا صارت وهددتني وحده منهم تبع الام تي في، ما ردت عليها. اف هددتك؟ ايه قالت لي ايه حنقطعك من عنا ونعمل نقاط هيك وكذا وهيك. قلت لها مش انا اللي انت بصير معي وفين هيك. هيدا؟ ايه انا برا، جيت لعندي لبرا. اف قلت لها انا الام تي في الجديد تلفزيوني، ومسيو تحسين خياط اهلي بيتلي بيتهم وشرباني، وانا مشكلتي مش مع الجديد. بعدني من جمعه من شهر صورت حلقه خاصه للجديد وبعد ما نزلت قلت لها صدفتهم ببيتي، عرفتي كيف، وبيعرفوا اخلاقياتي وبيعرفوا اخلاقي وما في داعي يعني. وانا حذرتكم قبل ما اجي، ما التزمتوا باللي انا طلبته. anyway تحملوا مسؤولية عدم تنظيمكم. وفهمي رابعة بس بدها تحكي مع النجوم، أنا نجمة جاي لعندها تعرف تحكي معي، مش قلت كنتي خفتي من أجوبتك لحتى، لأنه في هلأ سؤال بسألك إياه ما حدا سألك إياه. طلع فيي رودولف هيك، طلع فيي رجا هيك، إنه شو عم بيصير؟ عرفت شو؟ قلت حالي وفليت، خلص احترمت نفسي. لشو أنا عم بدي أقعد؟ طب ليك بلغت الإدارة إنه تم تهديدك؟ لأنه طبعا إدارة النيو تي في أنا أكيد ما بتريد هذا الشيء يعني. هي ما شي حكوني، لا أنا ما أكيد ما بلغتهم طبعا. نعم تم تهديدي تحت يعني كيف على الطريق. انت طلعت وناطرة انا كيف وين ناطرة اكثر شيء معي رودولف. رحت قربت على في سيارة مرسيدس اودي، قلت له بليز مش انت طالع شيء قدام رودولف معي. قال لي ايه طالع اهلين ست معي. قلت له اهلا شيء كويس، بليز ممكن اطلع معك، انا بدي الاقي بس شو قريتي لانه جايين بلاقيهم اطلع معك، جايين من عجلتون على قدام الزوق. نزلني حد فلوس سويت كانوا وصلوا وطلعت معهم. طلع باتريك غنام تبع اللي بيجيب كل الدعايات للتلفزيون الام تي في. ها هيك صار خلص. طب ليك شو الاتفاق اللي كان بينك وبين رابعة والمشاغل؟ انه الفنان يجي معي بالحلقه. قلت له جيبي واحد لبناني، انا يعني انا بحب كثير الشعب وبنبسط فيه وكل شيء، اني انا اكون سهرانه ومبسوطه بحب. بس انا ستيلي منه هيك، ما فيك تجيبي شعبي علي. انا دانس بالصالون وكذا وستيل وهيك، هذا ستيلي. نعم يعني لا بده يجي. قالت لي لا خلينا معي بليز وهيك وكذا. قلت لها خلص بغني غنيتين. قال ايه اوكي خلص بغني غنيتين. اوكي. رحت لهونيك لقيت ما في فرقه انا معي، وعلى اساس يجيبوا لي فرقه الرقص من عند خليته انه يرقصوا هيك. لا حدا اجى ولا في شيء، وانا عندي عزا وعرفوا صار عندي عزا، حتى ما قالوا لي عوضنا بسلامتك فاتي. يعني انا اصلا بالحلقه لابسه اسود، يعني عرفت كيف انه الوضع هيك ما عجبني. لقيت الضيف معه 45 واحد بدبكوا دبيكه ومعه 20 شخص فرقه موسيقيه. المسرح طلعوا احتلوا المسرح، ما معي الا اورج. تلفني قولي لي اعملي حساباتك بواحد اثنين ثلاثه، اعملي هيك. ما انا طالبه منك يغني غنيتين وقلت لي حيغنيهم مع الفرقه تبع زياد. انه ما فهمت عليكي شو قصدك بهالتفكير. بركي هي ما معها خبر انه فيها الفرقه وتفاجئت. لا بتبين كل شيء،
برا يعني حاطين فلاورز وراي. في تحضيرات يعني. عرضة مترين ليك، عرضة مترين وطولها استمطار كلها بالونات. كيف مبروك وكذا وهيك. سألتها هي لمين؟ واو شو حلوة عملت لها. طب ما انكتب غير هيك، انكتب انه انت انسحبتي كرامة انه كل واحد جاب بوكيه ورد وانت ما جاكي بوكيه ورد. لا ما حدا اجى ورد لحدا ابدا. ابدا. هي محضرة هيك، هي ما حدا، هي عطت ردود بالعكس انا بعطيهم كلهم. اصلا اخر شيء الضيف الثاني اللي معي انا عايزه ضيفنا بلبنان وبهتم فيه، وانا لبنانيه بمثل لبنان، انا فنانه بمثل لبنان. ما عندي اي مشكله. بعرف مشكلتي، بعرف انه قللت من احترامي ومن قيمتي، هذا اللي بعرفه بس بالاتفاقيات اللي صارت. هاي هي قللت من احترامي ومن قيمتي والاتفاقيات اللي انا وياها. انا مني في ما بعرف نعمي، ما بعرف كم فنانه طلعوا معه وظهروا زعلانين. انا ما كنت ارجع خليني هي تزعل، هن يزعلوا ينقهروا، انا ما بزعل ولا بنقهر ولا بعمل شيء. انا قلت له مش مثل ما بدي الفل اخر لحظه انا عم بصور بقطعه الفل. انتبهي لاني انا هيك عقلي، تمشي معي مضبوط عيوني لهيك، ما بتمشوا معي مضبوط اوعى تفكروا تسامح. نعم ما بقطع. قلت لها انا ما بقطع شيء ابدا. نعم. حملت حالي وفلت سمتي. فيها شيء زكريا؟ لا هيك انا اذا بدك يكون ده موضوعي، اذا ده طالما في اتفاق بينك وبين الشخص الاخر والشخص الاخر خالف الاتفاق، فحقك تعمل اللي بدك اياه بكل موضوعيه. هذا هو اللي صار، هذا هو مختصر مفيد، هذا هو اللي صار. وحتى الحديث معه يعني نفس اللي صار معك بدانسينج وذ ستارز، كان في اتفاق انت وياهم ويخلوا بالاتفاق صحتي. بالضبط. لو ما معي حق قدرت ارفع دعاوى واخذ حقوقي ما كنت اخذتهم، صح؟ نعم صحيح. رفعت دعاوى قبضت مصرياتي بنك جزائي اعطوني اياه وتفقمت مصالحه انا وياهم. يعني معناتها انه انا كان معي حق. بس هيدا الكلام انا اليوم هيدا الكلام ما بيعني انه انت، هيدا الكلام ما بيعني انه انت ببرامج النيو تي في مش حتطلعي، بس ببرنامج رابعه. لا بالعكس، انا هلا بعد مصورت لهم من شهر الجديد برنامج. شو صورتي؟ صورت شيء ما حنحكي عنه، حلقه خاصه بالبيت كانت. بعرف في برنامج جديد. برنامج جديد كثير مهم. حلو. فانا معهم ودعم معهم وبالعكس بحبهم وهيدا تلفزيوني، وانا مش مع رابعه شخصيا هي كانسان. نعم. كإدارة برنامج يعني البروديوسر هن بدهم تنظيم، لازم يشدوا حالهم شوي بالبرنامج.